ناس 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 ما بيفهموش ما يعذروش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبع الناس. مالك ومال الناس ده لكل مشكلة حل، قالوا الشيطان وسواس على البشر بيدل. نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل، نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل. صلي وسلم على الحبيب، نحكي على راجل جسيم بعد ما تسمع الحكاية ما تقولش موضوع عجيب. أنا شفت ناس بالشوم تاكل الحب باليوم، ده أنا كنت شادد حيلي كانوا الصحاب بالكوم. في الشدة ما في حد قال لي قوم، ورجع لي تاني القرش رجع الكلاب بتحوم. وهنبدأ الحدوتة اسمعوا صح النوم، وهنبدأ الحدوتة اسمعوا صح النوم. بدأت حكاية الجدع أول ما كبر أول ما فرعونه خطر في وشه الشنب جبت نشف وكمان تخن صوته. أبوها عمل له بطاقة في يوم قبل ما هتموتوا، في الدنيا من بيعيش يا ناس بمزاجه وشروطه. ده كل من له حبيب في يوم حبيبه هيفوته، ده كل من له حبيب في يوم حبيبه هيفوته. ده ورثه بيتفتان والورث مش مكان، لازمك فلوس علشان تخلص الأوراق. لف ودور وتهان مثلا ده اللي كان افتكروا بالرحمن لو كنت ليه مشتاق. ده واحد ملوش اخوات لا ولد ولا حتى بنات، بس امه كانت عايشة بتسنده بالدعوات. استلم المتفتان باعه من اجل كشات، وخد الفلوس واختفى وصرفها على اللذات. حال امه كان من بعده ازاي ما تسألوش، ماشية تدور في الشارع وسط الناس والوشوش. ودموعها كانت على عينها زي ما بينشافوش، ودموعها كانت على عينها زي ما بينشافوش. قول كده 6 شهور انسان خايب مغرور، نازله الدموع على الخد تغلي يا ناس وتفور. امه فقدت نظرها هتعيش في الضلمه مش النور، امه فقدت نظرها هتعيش في الضلمه مش النور. ناس 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 ما بيفهموش ما بيعذروش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبع الناس. ورجع لأمه ندمان من بعد ما غاب فترة طويلة، مشتاق لحضنك يما ونفسي أنا أدخل بيت العيلة. امه قالت هسامحه ابني وهداوي جرحه، بتطبطب على الخدود علشان نفتكر ملامحه. وادت له صيغتها يبيعها قالت له المصلحة اسمع مني، فرحتي لما افرح بيك من بعد ما نظري خلاص راح مني. هاتلك عربية تجيب لك رزق وسوق يا ضنامة تاني، بدعيلك صحة ومال راحة بال وتعيش متهني. وجابت له عروسة في عروسة يقول لا 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 مش لازمني، وجابت له عروسة في عروسة يقول لا 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 مش لازمني. كنت حصل يا هلندا اتلم على الصحبة الضالة، دخان يشرخ في الصدر يكح الكل يقول اسمالله. كتب له عرف على بنية وقالت ربنا معاه مش حلة، قالوا لي شهد في العقد وكله انا ولا واحد كلا. تاني يوم صحى كده من النوم لقى نفسه ناس فعلا متجوز، راح شد الحرمة وراح عالبيت ورجع مخنوق ومبوز. قال لها يما اتجوزت قالت له ازاي من غير تتجوز، كانت فاكرة ابنها ضنف وما تعرفش انه خلاص اتلوث. البت عاشت في دور الرقة وحبة حبة، وقالت له لا مش هتلمسني اكتب لي شقة. الام بصرخة تقول ضنايا وابنها بيقول لا لا كفاية يما دي مراتي بسببك متعاركة الليلة معايا. هتسيب البيت الجميل وتروح تعيش في دار رعاية، تسيب البيت الجميل وتروح تعيش في دار رعاية. الام بتبكي من دموع، الام بتداري الالام، والابن يقول يا ناس خلاص ده الحكم على الام اتحكى. شد امه لدار الرعاية وسابها في نص الطريق، قال لها روحي وكفاية انت بتمشيني بالبطيء. وساب امه تكمل طريقها مش الجاحد ومضايقها، راح عالبيت وشاف مراته في سريره نايم عاشقها. جري على العشيق هيغزه قالت له
انا اديت له جسمي اطلع برا البيت يا كلب، دي الشقة اتكتبت باسمي. اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي، اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. مستحملاني مستحملاني وبجرحك وتقولي تاني، مستحملاني 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 يما ومن غيرك بعاني، مستحملاني مستحملاني وانا فرحان وانا غرقان في احزاني، مستحملاني مستحملاني وادعيلي يما عالترحم لما تدوفي، وادعيلي يما انا عينك لو مش بتشوفي. شبح الكون والامبراطور يعني الفيلو مع شاعر الغياب، والدنيا جت الجمهور لما غنى له